واحد مستغني عن عمره بيقول لي هو انت ما بترسميش غير صقور بس، شكلك كده ما بتعرفيش ترسمي بنات. حلو، غلط وانا كنت مستنياه يغلط. ايه صقور دي؟ قصدك ان انا سامبي يعني؟ على فكره انا برسم حاجات كتير جدا من الصقور. اوكي يمكن سمب شويه بس السمب بالمقدار الصحي. ازيكم؟ بس اوكي انا فهمت. انت عايزني ارسم بنت عاديه طبيعيه، لان احنا كلنا عارفين ان دول مش طبيعيين. شوفوا عملوا في الواد الغلبان ايه. ففي الفيديو ده قررت اني هرسم انيا، بس مش انيا دي، انيا دي. فيلا بينا نبدا الفيديو. معلومه صغيره، الكومنت ده فيك، انا اللي كاتباه، مش شايف اليوزر نيم، حاجه كده بس لزوم الانترو، فتقلقوش. نو فان was hurt in making this video. انيا اللي معانا النهارده هي شخصيه من شخصيات لعبه ماوث ووشنج، وزي ما لعبه صباح الخير يا جاري انت في حالك وانا في حالي قلبت الدنيا، لما ظهرت لعبه ماوث ووشنج في اول السنه برضو عملت قلبان، بس انا اللي عرفت متاخر، فاخترت الثلاث شخصيات من اللعبه هيكونوا في رسمه النهارده. اول شخصيه هي انيا وشغلتها حكيمه، تاني شخصيه هو قائد السفينه كابتن كيرلي او اللي باقي منه، واخيرا جيمي. عارف السيء في روايه احدهم؟ هو ده. هحتاج في الرسمة دي للتلاتة ريفرنس الأنيا وريفرنس الكيرلي وريفرنس التالت للوضع وريفرنس جيمي. مش مهم خالص، هتفهم بس مش دلوقتي. وبما ان دي لعبة مأساوية فلازم لها ريفرنس مأساوي، وبصراحة ملقتش أحسن من ريفرنس ميكاسا لما كانت شايلة راس إيرين. أوه شيت، نسيت أقول سبويلر أليرت. بالنسبة لريفرنس أنيا مضطرين نتعامل بتصميم الشخصية اللي جاي من قلب ويندوز 98. لما جيت أرسمها أول مرة فكرت إن أخلي شكلها كيوت ولطيف، يعني أحط ابتسامة على وشها بدل ما الدنيا جايه عليها كده، لكن اكتشفت ان الفرحه لا مكتوبه لها ولا مكتوبه لي. مش مكتوبه لها لان الابتسامه ما كانتش لايقه عليها ومبوظه تصميم الشخصيه، وما كانتش مكتوبه لي لان الفايل اللي رسمت فيه الرسمه دي اتحرق، كل اللايرز اتمسحت وما اتبقاش غير لاير واحده بس لونها اسود. حاولت اجرب كل الحلول اللي على النت لكن مفيش حاجه نفعت، وهو ده الجزء اللي فيا اللي كان بينهار. عشان تعرف انا اخوض معارك انتوا بتعرفوش عنها حاجه، بس انا اللي ما بحسسكوش بالامي. اضطريت اعيد السكتش تاني من الاول، بس المره دي قررت اغير في ملامحها واشيل الابتسامه من على وشها، وانا كاتبه قررت ان انا هفش غلي كله في صباع الكفته ده. الله وانا مالي يا لمبي. بعد ما ربطته كده هجيب لون احمر مطرب والون الاطراف بتاعه الضمادات، وبلون احمر مش مطرب هنطرطش شويه دب، بس هنا هنكتر. هيقلي الحماسه خدتني. احلى حاجه في عين كيرلي ان ما فيهاش اختراع، اسهل عين دي ولا ايه؟ خلصتها في منت، لكن تظن انك نجاوت ورسمت عين واحده وما فيش بعبع العين التانية، ثم تاتيك الاسنان وتحط عليك، وده جزء مني كان بينهار برضه. ما يغركوش ان انا خلصتها هنا بسرعه، انا قعدت فيها يوم كامل عشان ارسمها. لو رجعنا للريفرنس هنلاقي ان في فجوه ما بين صفين السنان، والاسنان متاكله زي ما انتم شايفين، بس عشان انا طيبه وقلبي حنين هعمل له سقف اسنان لولي. استخدمت درجه غامقه من اللون الاحمر وعملت بيها الفجوه دي. في الحقيقه ان المشكله مش في رسم الاسنان، هي المشكله بس كانت في الزاويه علشان تبان انها ماشيه مظبوط مع زاويه الوش، وهنا كنت بحاول احط الاسنان في اماكنها الصح. هو الانسان عنده كام سنه صحيح كده معد؟ مش مهم هو حد هيعد ورانا يعني؟ فيري هانسم. بقى لأنيا هنا بعد ما كنت فقدت الشغف وكتبت لكم في البوست ان اعيد الرسمه واجيب لها ريفرنس جديد، قررت اني احاول فيها مره اخيره عشان خاطر عيون كنتوا، بس انتوا شجعتوني نحاول فيها مره كمان عشان انا كسلت ادور على ريفرنس من اول وجديد. غلطتي في المره الاولى اني اهتميت بالمظهر مش بالجوهر، فعشان العبها صح ذاكرت شخصيه انيا وعرفت عنها 3 صفات مهمه احاول اعكسهم في ملامحها: عيوطه، خوافه، ونقطه ضعفها تشيبه الزايده. ده جوجل اللي بيقول مش انا. مش هعيد السكتش من الاول، عدلت بس زاويه الوش عشان تبان كأنها هي قاعدة على الأرض بص على حاجة واقفة أو حد واقف، وهظبط بس الملامح عشان تبقى لايقة مع صفات الشخصية، وهظبط الشعر عشان أقدر أقيم الشكل كله على بعض. في خوف في عينيها ترو، هل في تشيبة زايدة في ملامحها ترو، هل باين إنها عيوطة مش ترو، فخلينا نسيح لها الكحلة، بس هي مش حاطة كحل. يا عم تخيل، هل لو صغرت عينيها شوية ممكن تعبر أكتر عن لحظة الخوف اللي هي عايشاها؟ لا أكيد أنا اللي خفت. تاني حاجة كانت مبوظة شكل الرسمة هو لون الشعر. اكيد بتسالوا ليه اخترت اصلا لون زي ده؟ محدش مهتم. في الواقع انا لقيت ان في رسامين كتير ملونين شعر انيا باللون ده، فافتكرت ان هو ده لون شعرها، لكن اتضح ان اللون ده هو مجرد ريفلكتيف لايت، ضوء منعكس من شاشه تلفزيون او شاشه كمبيوتر، فغيرت لون شعرها للون البني. بعد كده حطيت ضي باللون الازرق خفيف كده على الشعر، واصلا طلع ان لون شعرها اسود في الاخر، بس انا عجبني اللون البني لانه ماشي مع لون بشرتها ولون العيون. ومحدش يسالني انا بعمل ايه هنا لان انا حرفيا مش فاكره حاجه. كل اللي انا فاكراه اني كنت عايزه اعمل حاجه اسمها دراماتيك لايتنينج
دراماتيك لايتنينج، صح كده؟ بلاها انجليزي. ضوء دراماتيكي يعبر عن المشهد اللي في دماغي. خلينا نشوف مع بعض انا عملت ايه وافتكر معاك. جبت لون ازرق وعملت لاير جديده وخليتها ملتبلاي. بعد كده جبت لون برتقاني وعملت لاير جديده وحطيت اللون. ايه ده؟ هو ليه عمل كده؟ عشان تحت اللاير الملتبلاي. بعد كده غيرت مود اللاير البرتقاني دي داركر كلر. بعد كده جبت الاريزر تول وخفف اللون على الوش عشان وشوشهم تبقى السنتر في اتنشن. وهنا كنت غيرت الاضاءه للون الاحمر. بعد كده عملت برتقاني. بعد كده رجعته احمر تاني. مش عارفه انا محتاره في ايه، الاتنين اسوأ من بعض. ودي النتيجه النهائيه. بس لقيت مش كل حاجه بتمشي بالفهلوه، فلميت نفسي ورحت اشوف توتوريال من حد بيفهم، والباقي عملته بمجهود ذاتي. بس برضه حطيت التاتش بتاعي. يجرى لي حاجه لو ما حطيتش التاتش بتاعي. جبت لون ابيض فاتح. ابيض فاتح، وفي حاجه اسمها كده؟ واضح ان انا مش كفء خالص اني اشرح. اسمعوش كلامي، هاتوا يا جماعه توتوريال عاديه من على النت وطبقوها. الفكره اللي كانت في دماغي ان انا كنت عايزه المشهد يكون دراماتيك شويه. انيا وكيرلي باصين على جيمي وهو جاي يقضي عليهم، والالوان اللي في الباك جراوند ورا هي ميكس ما بين الاحمر والازرق، كانها الوان الانذار والشاشات بتاعه السفينه اللي كمان شويه هتخبط في نيزك وتدشدش. وعلى فكره المشهد ده انا مألفاه، المشهد ده ما حصلش في اللعبه، عشان بس ما حدش يقول لي انت بتألفي. انا بألف فعلا. نيجي بقى لجيمي. اين جيمي؟ انا لا اراه. هنروح على جوجل ونسرش على كلمة اكس، هناخد صورة عشوائية ونحطها في الفوتوشوب ونلونها اسم. بعد كده هخفف الاوباسيتي بتاعتها، هحط لها افكت البلور اللي هو بيخلي الصورة ضبابية. بالسمادج تول عملت افكت كده يعني باين سرعة حركة على اساس يعني ان هو خلاص دقيقة ويخلص عليهم. هيقلي كفاية كده. ما تنسوش تحطوا لايك واعملوا لي سبسكرايب. انا كنت بقول ايه تاني؟ قولوا لي رايكم في الرسمه. افتكرت انا كنت وعدتكم ان انا هوريكم الرسمه اللي ما عجبتنيش، ولا هي مش الرسمه اللي كانت في اول الفيديو، دي كانت الرسمه اللي انا رسمتها بعد ما الفايل اتحرق، وقبل الرسمه اللي انا لسه مخلصاها دلوقتي. بعد ما خلصتها خالص دي كمان ما عجبتنيش، مع انها كويسه جدا وتقريبا ما فيهاش اي حاجه مش مظبوطه، بس اكتشفت فيها مشكله انا ما كنتش متخيله ان دي اصلا ممكن تكون مشكله، مع اني كنت مخلصاها وكنت هبني عليها الفيديو. لكن الحاجه دي كانت مش مريحه عيني خالص كل ما اشوف الرسمه، وهي اختلاف ستايل التلوين ما بين انيا وكيرلي. كيرلي زي ما انتم شايفين الالوان فيها، لكن انيا مفيش دمج خالص، الالوان كلها فلات، فشكل الرسمه النهائيه مش مريح للعين. في حاجه شاذه، في حاجه مش مظبوطه، مش مريحه. تمام يعني ما عنديش مشكله ان انا اعيد الرسمه تاني، خصوصا ان انا راضيه عن الرسمه الجديده اكتر من دي بكتير. وحلو يعني انا كده اتعلمت حاجه جديده. اللي يعيش ما يشوف. قولوا لي رايكم، انتوا بتفضلوا انهي رسمه؟ وهل حاسين بموضوع اختلاف الستايل ده ولا عندكم راي تاني؟ واشوفكم الفيديو الجاي. أستاذ بسام مطر، أرجوك ما تقتلنيش، ما تموتنيش، ما تخطفنيش، ما تاكلنيش.